ندخل كواليس دخلناها قبل كده. طيب يا صديقي، بمناسبة فوز ريا ريبلي بماتش الإليمينيشن للسيدات، فأنا قلت إن ده أنسب وقت نكمل فيه قصتها. فلو ما شفتش الجزء الأول روح شوفه عشان ده كان يعتبر التمهيد للفيديو ده. أما بقى المتابعين القدام اللي معايا من أول ما القناة اتعملت وحضرت الفيديو لايف، فيلا بينا على غرفة الكواليس. لكن استنى، قبل ما نبدأ أنا عايز أشكر الناس على التفاعل اللي بيحصل، فشكرا لكم كلكم على وجودكم هنا. فما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب عشان أقدر أكمل في الحاجة اللي بحبها. يلا بينا. احنا كنا وقفنا في الفيديو اللي فات ان ريا بقت اول بطلة NXT UK في التاريخ، وكسبتها قصاد توني ستورم. سريعا كده عشان الفيديو ما يطولش مننا. بعد فوز ريا بالبطولة فضلت بطلة لمدة 139 يوم، وبعديها خسرت اللقب في عرض NXT UK تيك اوفر في يناير قصاد توني ستورم برضه. وريا بعديها حاولت انها ترجع لقبها اكتر من مرة لكنها فشلت. ريا بعد خسارة اللقب ب7 شهور لقت ان كفاية كده على انجلترا قوي ولازم تجدد من نفسها، وقررت انها تتنقل لعرض NXT بتاع امريكا. وكده كده هي كانت بتظهر هناك كضيفة شرف في العرض، وظهرت اكتر من مرة والناس عارفاها. وفعلا في اغسطس سنة 2019 وفي عرض NXT كانت واقفة بطلة ال NXT للسيدات شينا بازلر في نص الحلبة، وبتتكلم ان مفيش حد قدر يغلبها لغاية ما دقت موسيقى ريا ريبلي، ودخلت وقالت لها انت فعلا هزمت كل حد بس لسه مش هزمتني انا. وبكده ريا رسميا بقت في عرض NXT الخاص بامريكا، وكمان اول ظهورها داخله على البطوله. المامي ما بتهزرش. المهم، الجمهور يا صديقي كان بيحب ريا زي انا وانت وغيرنا، بس برضه الجمهور ما كانش بيحب ريا عشان لعبها ولا كلامها على المايك، لا، هو حب شخصية الباد جيرل أو التوم بوي اللي هي بتقدمها. بالدليل إنها في 2017 أما دخلت بطولة مي يانج كلاسيك ومحدش كان مهتم أصلا، ومحدش كان عارفها غير أهلها، عشان كده غيرت من شكلها ومن أسلوبها. العداوة دي فضلت رايحة جاية، شينا تبعت العصابة بتاعتها لريا عشان يضربوها، تروح ريا ضربهم كلهم لوحدها. حتى في ماتش الوور جيمز ريا كانت القائد بتاع الفريق ضد فريق شاينا، وقدرت انها تجيب الفوز لفريقها. على فكرة، في ماتش الوور جيمز فريق شاينا كان فيها بيانكا بلير وايو سكاي. واخد لي بالك انت ايو سكاي، ها؟ اللي انا نزلت عنها فيديو وانت ما اتفرجتش عليه يا متخاذل. عموما تقدر تشوفه من علامة الاي اللي فوق في الشاشة. فضلنا على الحال ده لمدة 4 شهور من وقت ما ريا انضمت للNXT. وفي عرض الNXT في ديسمبر، وكان آخر عرض في السنة، حصل الماتش اللي كل الناس كانت مستنياه، ريا ضد شاينا. الجو كان مشحون والجماهير كانت على آخرها وعايزة تشوف بطل جديد للبطولة، وخصوصا لو كانت ريا، وأظن أنت فاهم ليه. المهم، حصل ماتش جامد بين الاتنين، والاتنين قدموا أداء فاخر. وفي النهاية ريا قدرت إنها تفنش شاينا من فوق الحبل التالت وتعد وتكسب وسط احتفالات كبيرة جدا من الجماهير، لدرجة إن في جماهير كتير دخلت الحلبة واحتفلوا مع ريا. عايزك تركز معايا عشان ما تتوهش في اللي جاي، لأننا هنسيبنا من ريا حاليا ونروح لشخص تاني، شارلوت فلير. عارفها؟ طبعا عارفها، بس مش عارفها زيي. ليه؟ لأن التخاذل بيجري في دمك. والله، لأني عملت فيديو عن الجزء الأول من حياة شارلوت وأنت ما اتفرجتش عليه. بعد إذنك روح اتفرج عليه دلوقتي، سيب اللي في إيدك وروح اتفرج، وهسيب لك الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن، وتقدر برضه تتفرج عليه من علامة الأي اللي فوق في الشاشة. سنة 2020 شارلوت كسبت ماتش الرامبل للسيدات، والمفروض إنها تختار بطل الرو أو سماك داون تلعبه على البطولة. الطبيعي بتاع اي ماتش رامبل حد بيكسبه، لكن اللي حصل كان غريب شويتين تلاتة. في ليلة عرض رو، شارلوت واقفة تتكلم على المايك وبتقول انها المفروض تختار ما بين بطلة الرو وبطلة سماك داون، ولسه بتكمل كلامها دقت موسيقى ريا ريبلي. دخلت ريا وسط ظهور من الجماهير، اللي هو انت بتعملي ايه هنا؟ انت مكانك الNXT مش هنا. وقفت ريا في وسط الحلبة وكلمت شارلوت وقالت لها لو عندك الجرأة اختار انك تلعبيني انا في راس المنيا. انت من حقك تختاري اي بطلة انت عايزاها، وانت مش كسبتيني قبل كده، ولو اخترتيني انا بس مش هخسرك في راس المنيا، انا هدمرك تماما. ساعتها شارلوت ما ردتش عليها وسابتها ومشيت. بعدها في عرض NXT كان في فقرة لبيانكا بلير، واتكلمت فيها عن اللي عملته ريا مع شارلوت وتحديها ليها. ولسه بتكمل كلامها لقت شارلوت دخلت لها الحلبة. بعديها دخلت ريا، وهي وشارلوت شدوا مع بعض في الكلام،
وريا شافت إن شارلوت جاية عشان تستهزأ بيهم، ومسكوها هي وبيانكا ضربوها، وانتهت الفقرة على كده. بعديها في عرض الرو، ريا كانت موجودة في العرض ومستنية ردة شارلوت عليها، لكن ساعتها شارلوت طلعت وقالت لها انتي اصلا في ماتش بينك وبين بيانكا على البطولة، انتي متأكدة اصلا انك هتكسبي الماتش ده عشان تقابليني في راس المنيا؟ وسابتها ومشي. وفي ماتش ريا ضد بيانكا، ريا قدرت تكسب، لكن وهي بتحتفل ظهرت شارلوت وضربتها على غفلة، وخدت المايك وقالت لها اشوفك في راس المنيا. من هنا لغاية راس المنيا، ريا كانت تظهر في عروض الرو تتخانق مع شارلوت، سواء خناقة كلامية أو ضرب، فشارلوت تروح لها عرض الانكس تي تتخانق معاها، وهكذا لغاية ما وصلنا للماتش اللي بينهم، اللي للأسف كان من غير جمهور بسبب الفيروس إياها. هي أصلا راس المنيا دي كانت نحس. المهم، الماتش ده كان حلو، بس كان ناقصه جمهور، وساعتها شارلوت قدرت تكسب وتكسر شوكة الغرور بتاعت ريا، ورسميا شارلوت بقت بطلة ال NXT الجديدة. بعد الخسارة، ريا دخلت في مرحلة نفسية سيئة جدا، سواء في السيناريو أو في الحقيقة. تحس إنها أحبطت، فقدت الثقة في نفسها، وبدأت تخسر ماتشات كانت سهلة بالنسبة لها، حتى إنها خدت فرصة إنها ترجع لقبها تاني في ماتش ثلاثي بينها وبين شارلوت وإيو سكاي، لكن إيو هي اللي كسبت. ريا قعدت شهور بعد حوار راس المنيا تايهة، والجمهور كان بدأ يحس إنها راحت عليها، مع إنها كانت لسه بتبتدي أصلا. لكن ريا كانت شايفة إن كده خلاص كفاية على NXT، ولازم تتصعد. وفي أواخر 2020 دخلت في عداوة جامدة مع راكيل رودريجيز، وكان آخر ماتش بينهم لاست مان ستاندينج. ورغم إن ريا خسرت، بس الماتش كان جامد بينهم، والاتنين قدموا عداوة جبارة. وفي يناير 2021 ريا لمت شنطتها وودعت صحابها وراحت عشان تهيمن على عرض الرو. في ليلة عرض رو في 2021، أسوكا كانت بطلة العرض، وأثناء وهي على الحلبة دقت موسيقى ريا، ودخلت وقالت لها حلو أوي اللقب بتاعك ده، وريني كده. ريا كانت داخلة عشان تاخد فرصة على اللقب، ولا تقول لي بقى تصفيات ولا ماتشات تأهيلية. هي دخلت قالت لها أنا عايزة فرصة على اللقب في عرض راس المنيا 37، والماتش اتحدد بكل بساطة. بس المرة دي الماتش ما كانش في قاعة فاضية، لا لا، ده كان وسط الآلاف من الجماهير. وخليني أفكرك إن ريا كان المثل بتاعها الأعلى زمان كانت أسوكا، أما شافتها في اليابان يا صديقي، وريا لسه بتبتدي مشوارها. عموما، في الماتش ده الأداء كان جامد، ودخلت ريا كانت أجمل. وفي نهاية الماتش ريا قدرت تفنش أسوكا وتعد عليها وتكسب، وتاخد أول بطولة عالم ليها في الاتحاد. بعد فوز ريا، وفي نفس السنة حصلت عداوة بينها وبين حبيبتها شارلوت فلير، ما احنا مش ورانا غيرها. المهم، تحدد ماتش بينهم على البطولة في عرض ماني ان ذا بانك في نفس السنة، وللمرة التانية شارلوت تعلم على ريا وتاخد منها البطولة، وكمان مش بالتثبيت، لا ده بالاستسلام. بعد خسارة ريا دخلت في مرحلة تهميش جميلة خالص، السيناريوهات تعبانة، قصص أي كلام، حتى إنها حطوها في فريق تاج تيم مع واحدة اسمها نيكي آش، وكسبوا مع بعض بطولة التاج تيم. لكن الفريق كان غريب شوية، والبت اللي اسمها نيكي دي ما كانتش لايقة على شخصية ريا خالص. لكن بعد خسارتهم للقب ومع قرب عرض رويال رامبل، ريا كانت عايزة الفريق يتفك وكل واحدة فيهم تمشي في طريقها، بس نيكي كانت رافضة ده. وفي عرض الرو، الاتنين طالعين يتكلموا، ريا قالت إن كده خلاص كل واحد لوحده وهنفضل صحاب، بس نيكي ما كانتش عايزة ده، وراحت غدرت بريا وضربتها. ومن هنا رحنا لسلسلة ماتشات بينهم انتهت بفوز ريا في الآخر. احنا كده يعتبر خلصنا العداوة بتاعتهم، لكن هنقطع على ناس تانية هنحتاجها في كواليسنا. في فترة عداوة ريا ونيكي كان في فريق جديد بيتكون، وهو فريق الجادجمنت داي أو فريق يوم القيامة. الفريق ده بدأ في راس المنيا 38، كان في ماتش بين ايدج وايج ستايلز، وفي لحظة ظهر ديميان بريست وشتت انتباه ستايلز، وايدج استغل وكسب الماتش. ومن هنا بدأ الفريق يتكون. ايدج كان عايز يرجع للشخصية الهيل بس بطريقة جديدة، لأنه من ساعة ما رجع في 2020 وهو بالشخصية الفيس. وفي عرض باكلاش بعد راس المنيا اتحدد ماتش تاني بين ايدج وايج ستايلز، لوك اسود وحاجة فخمة هي الناس بتحبها من شوية. وبكده الفريق بقى يتكون من 3 أشخاص، لكن عايز أقولك إن الفريق ده ما كملش. بعدها بأسبوع واحد، أسبوع واحد يا مؤمن مش أكتر، الفريق كان طالع في فقرة في عرض الرو، وكانوا بيتكلموا وبيعلنوا عن انضمام شخص جديد للفريق، وطلع هو فين بالور. وأثناء الاحتفال لقينا التلاتة راحوا قلبين على إيدج وضربوه وخرجوه بره الفريق. تحديدا اللي بدأ الحوار ده كان داميان بريست. احنا مش هنقف في الفترة دي كتير، لأن اللي حصل فيها حاجات كتير قوي تتحكي في فيديو لوحدها. بس لو عايز نحكي لك حكاية الجادجمنت داي كلها في فيديو، اكتب لي تحت في التعليقات، لأن القصة كبيرة قوي. المهم،
احنا سريعا كده هنروح لفترة مهمة في حياة ريا ريبلي في الاتحاد، وهو اللي حول شخصيتها من ريا للمامي. الفريق كان دخل عداوة مع ري ميستيريو، وميستيريو كان معاه ابنه اللي هو دومينيك قبل ما يبقى دمدم اللي احنا نعرفه دلوقتي. المهم العداوة دي انتهت بإن ريا قدرت تخلي دومينيك يقلب على أبوه وينضم ليهم. والمفروض إن في السيناريو هما كانوا مرتبطين، بس علاقتهم كانت غريبة شوية، يعني فيها شد شعر كده وحاجات استغفر الله. ودومينيك كان بيناديها بالمامي، كلنا بنناديها بالمامي مش هو بس يعني. المهم هنسيبنا بقى من ده كله يا عزيزي وهنروح لرامبل 2023، اللي في الماتش ده ريا قدرت تفضل للآخر وتكسب وتحجز مكانها للمرة التالتة في تاريخها في عرض راس المنيا، تقريبا التالتة. قصاد مين بقى يا عزيزي؟ مفيش غيرها، شارلوت فلير، أكتر واحدة كسبت بطولات عالم. ما انت لو اتفرجت على الفيديو اللي انا نزلته كان زمانك فهمت ايه اللي بيحصل، بس انت متخاذل اعمل لك ايه. المهم ريا فعلا لعبت شارلوت في راس المنيا 39، ما احنا مش هنخلص من عداوتهم. شارلوت كانت بطلة سماك داون ساعتها، وفي الماتش ده ريا قدرت تكسب وتاخد منها البطولة، ودي كانت أول مرة ريا تكسب شارلوت. بعدها اتش قرر إنه هيخلي فيه نسخة من حزام العالم للرجال زيه للسيدات، وبدل لقب ليا باللقب الجديد. ومن هنا بدأت فترة هيمنة ريا ريبلي. بعد فوز ريا دخلت في عداوات كتير، وكانت بتدخل قصاد رجالة من السيدات بس، وفريق الجادجمنت داي كبر أكتر وبقى بيسيطر على عرض الرو. من هنا لهنا ريا وصلت لرقم مرعب كبطلة عالم، وهو 380 يوم، وكانت هتكمل على فكرة، بس الإصابة اللي حصلت لها هي اللي خلتها تسيب البطولة. الإصابة اللي ليف مورجان عملتها لها، ولو ما تعرفش اللي حصل روح اتفرج على فيديو ليف مورجان وانت هتفهم اللي حصل. بعد الإصابة والتنازل عن البطولة ريا غابت فترة بسيطة لغاية ما رجعت قبل سمر سلام في 2024، وكانت ساعتها ليف هي البطلة، وتحدد ماتش بينهم على البطولة في عرض سمر سلام. وزي ما انت عارف من فيديو ليف مورجان ان دومينيك في الماتش ده خان ريا ريبلي وساعد ليف مورجان انها تكسب البطولة. ومن اللحظة دي ريا طلعت بره الفريق هي وديميان بريست، لان برضه فين بالور خان ديميان بريست في ماتشه قصاد جونتر. بعديها هي وديميان دخلوا عداوة مع ليف مورجان وفين بالور ودومينيك، ووصلت بيهم لماتشات بينهم. وفي نهاية العداوة دي اتحدد ماتش بين ريا ريبلي وليف مورجان في أول عرض رو على نتفليكس في 2025. وفي الماتش ده ريا قدرت تكسب وترجع البطولة بتاعتها. بعد فوز ريا كنا مستنيين نشوف مين اللي هيلاعبها في راس المنيا. في الوقت ده شارلوت فلير كانت كسبت ماتش الرامبل، ما هي شارلوت أصلها محور الكون، كل حاجة بتدور حواليها. المهم شارلوت اختارت إنها تلاعب تيفاني ستراتون، الحمد لله إنها بعدت عن ريا، اللي أنا برضو عملت عنها فيديو على فكرة اللي هي تيفاني. وكان فاضل ماتش الإليمينيشن اللي هتكسبه وهتلاعب ريا في راس المنيا، واللي كسب الماتش ده كانت بيانكا بلير، وكان خلاص الماتش اتحدد بينها وبين ريا. لكن الاتحاد ادى فرصة لإيو سكاي على البطولة قبل راس المنيا بكام أسبوع، والغريبة إن إيو كسبت ريا وبقت بطلة، وهي اللي هتروح تلعب بيانكا في راس المنيا. بعد فوز إيو ريا حشرت نفسها في الماتش بتاع راس المنيا على أساس إنها ليها ماتش إعادة قصاد إيو، وفعلا الماتش بقى ثلاثي. وفي راس المنيا حصل ماتش جامد بينهم وانتهى بنهاية أجمل، إن إيو قدرت تحافظ على البطولة بتاعتها وتخرج من راس المنيا وهي لسه البطلة. بعديها علاقة إيو وبريا كبرت، وزي ما تقول كده بقوا صحاب، بس ريا كان لسه عينها على اللقب، وتحدد ماتش بينهم على اللقب في عرض ايفولوشن في نفس السنة. وفي آخر الماتش دخلت نعومي وصرفت الشنطة وسرقت البطولة من الاتنين. بعديها ريا دخلت فريق مع ايو سكاي، وقدروا يكسبوا بطولة التاج تيم سوا، ودخلوا في عداوة مع فريق اسوكا، وحصلت بينهم ماتشات جامدة لغاية ما رحنا لسنة 2026. ريا دخلت ماتش الرامبل لكنها طلعت وما قدرتش انها تكسب، لكن دخلت بعديها ماتش الاليمينيشن وقدرت انها تكسب. ورسميا ريا السنة دي هتروح في راس المنيا تقابل جيد كارجيل على بطولة الدبليو دبليو اي للسيدات الخاصة بعرض سماك داون. لغاية هنا حكاية ريا خلصت، وفاضل بس نشوف هتعمل ايه في ماتشها قصاد جيد في راس المنيا. عايزك بقى تقولي تحت في التعليقات شايف ريا تستحق اللي هي فيه ولا لا، ولا كان في ناس تانية تستحق الدفعات دي. ما تنساش انا هنا بحكي لك قصة، انا هنا بوريك الكواليس. سلام.